كارثة، ابنِك اللي في ثانوي بيعملها وحضرتِك ما تعرفيش عنها أي حاجة. ابنِك الكبير كان اتكلم معاكِ وقال لِك عايز أخس يا ماما وتعالي يا حبيبي أوديكِ للدكتور، فقرر إن هو إيه، ياخد مقعد الدكتور، وراح جاي مع حاله كده مكتّر بروتين، هو قرر كده وقال لِك يا ماما اعملي حسابي إن أنا هاكل سمك كتير، هاكل تونة كتير، هاكل فراخ كتير، هاكل لحمة كتير، وهو عايز يدخّل كمية بروتين كبيرة ومعتقد إن هو كده أخد القرار ومشي في اتجاه التخسيس. على فكرة هو مش غلط يا جماعة، لو هو حَب يكتّر بروتين يعني هو قام الصبح ضرب 3 بيضات وحَط علبة الفول حطّها وراح جاي واكلها كلّها بالمعلقة، جه على الغدا حَط مثلًا نُص كيلو فراخ وراح جاي ضاربه بألف هنا وشفا يعني، وبالليل خَد بيضتين وكوباية لبن والولد شغّال في البروتين إيه، الله ينوّر حتى أبوه اشتكى. طيب هل هو معتقد بده إن هو هيخس؟ والله بُصّوا، في مشكلتين في اللي هو عمله ده، كمية البروتين over، كمية البروتين over دي بتبقى load غالبًا، ولازم نفهم تفاصيل كل حالة، لو الولد بيلعب رياضة وبيترجم البروتين الكتير ده لgym، معروف إن البروتين هو الهيكل الأساسي لبناء العضلات، والكتلة العضلية الحلوة دي هي اللي هتخلّيه يحرق ويبقى مضبوط وزي الفل وتدّي له power، زائد إن البروتين بيشبع يا دكتور، طيب يا جماعة كل ده تمام، بس في حاجات تانية الولد ما بصّلهاش وحضرتك ما واجهتيش، طب فين الفاكهة؟ فين شوية السلطات والخضروات؟ فين الvitamins؟ فين الألياف اللي هتشبّع شوية وتدخل جنب البروتين؟ الله! طب فين الكربوهيدرات؟ هو فكّر يلغيها خالص كده من غير ما توضّحي له دور إن الكارب القليل هندخّله، بس الكارب ده ممكن يكون كارب مُعقّد وأدخّل له شوية بطاطس مسلوقة والّا شوية حاجات كده ممكن تساعده شوية إن هو تدّي له طاقة، يعني الحياة مش كلّها بروتين، وعمر ما كان المُعتقد الرئيسي إن أنت لمّا تخِس يبقى تاخد بروتين وتلغي كل الحاجات التانية، يبقى لازم حضرتك توجّهي الموضوع ده بشكل صح وبالتفاهم. طيب لو الولد بيلعب رياضة يبقى أهلًا وسهلًا، بيجري، بيلعب كرة قدم، بيروح gym جميل، كل ده حلو أوي، إنما لو الأستاذ ما بيبذلش أي مجهود واخد سكة البروتينات دي، ده مش هيعمل مشكلة؟ هيعمل مشكلة كبيرة، إيه؟ load كبير، load كبير، هضم البروتين ليس بالأمر الهين. طيب حمل على الكبد؟ أكيد، حمل على الكلى؟ ده أكيد. طيب الدهون الجسم نفسه مش بياخد كم بروتين معين في وقت معين؟ طب لو أنا زودت كمية البروتين ده في توقيت واحد والكلى خدته كله في وقت واحد، ده مش load عليها؟ load عليها. طب لمّا تتخلّص منه، هتتخلّص منه بصعوبة. طب ما ممكن نقطّع يا ابني، يعني ناخد في فترة ونرجع بعدها بشوية ناخد في فترة تانية. ولازم نفهم برضه إن القصة مش كلّها بروتينات، لازم يدخّل حاجات كتيرة عشان يبقى الdiet بتاعه متوازن. إن لعب رياضة يبقى خير ومش هاتكلّم معاه، بس هازُق في شوية الحاجات اللي حوالين الألياف وشوية كارب خفيف وهاساعده. إذا قرر إن هو مش هيلعب رياضة، يبقى لازم يقلل كمية البروتين ديّة عشان ما تبقاش مشكلة صحية بالنسبة له. متّعكم الله بالصحة والعافية. هاعيد تاني، إخواننا اللي بيستفيدوا من الفيديوهات دي رجاءً نعمل follow ونعمل like ونشيّر الفيديوهات لزمايلنا عشان كمان يستفيدوا. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.